السيدة الحرة شخصية نسائية استثنائية في تاريخ المغرب. حكمت تطوان وتميزت بسلطة شبه مطلقة. تنتمي لأسرة بن راشد ابنة أمير شفشاون وزوجة قائد تطوان والسلطان أحمد الوطاسي. ولدت في شفشاون عام 1493 وتربت كأميرة شريفة متقنة للعربية والإسبانية. تزوجت في عام 1510 من القائد المنظر الثاني، فكانت تنوب عنه في حكم المدينة. زواجها كان تحالفاً ضد البرتغاليين. في عام 1525 تنازل أخوها إبراهيم بن راشد عن حكم تطوان لها. خلال حكمها شاركت في هجمات ضد البرتغاليين وأظهرت قوة في الإدارة والقيادة. تزوجت من السلطان أحمد الوطاسي في عام 1541 موسعة نفوذها وممارسة القرصنة ضد الأوروبيين. حكمت لأكثر من 30 سنة، لكن تآمر عائلة المنظر وتوتر العلاقات السياسية أدى لسقوطها في عام 1542. عادت إلى شفشاون وتوفيت بعد فترة قصيرة، ودفنت برياض الزاوية الريسونية.